السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب بخير دايما. النهارده بقى يوم جديد من اوله كده في الروقان بردك. طبعا كلنا بنطبخ ولادنا في المدرسة او في الكلية او اللي راح الشغل، فبتبقي عايزة تخلصي قبل ما يجوا. طيب، في حاجة بقى هنتكلم عن الميزانية يا جماعة. الميزانية اوقات بتيجي معاكي اخر الشهر، في اخر مثلا اسبوع، 3 ايام، بتلاقي العمليه ايه اهو، ماشي، شغاله. بس بقى ايه، مش شرط في الايام الاخيره دي اشتغل لحوم فراخ سمك، لا 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 خالص، ما احنا عملناها كتير. طيب نقدي الشهر بتاعنا ايه؟ الخضار بتاعنا العادي اللي انت هتجيبيه. انا عن نفسي جبت كيلو سبانخ. كيلو السبانخ مثلا انا جبت كيلو ونص، او انت حسب ما انت الكميه بتاعتك. والطماطم من التلاجة. طيب انا ازاي اطعم السبانخ دي واخليها كاني عاملاها بلحمه، واخده شوربه مرقه لحمه، يبقى لها طعم حلو كده، بحيث تبقى ايه، مستطعماها. وهي والله لو من غير اي حاجه، هي خضارنا بيبقى حلو يعني. طيب انا بقى ازاي ادي الطعم الجميل ده وابقى احس ان انا ايه، الولاد ياكلوا معاكي كويس؟ طيب بصي بقى يا ستي، طبعا انت بتجيبي كميه السبانخ بتاعتك، القطعيه دي بتاعتك انت. انا لسه ما غسلتش السبانخ، بس انا قطعتها الاول قلت اوريها لكم. طيب انا ازاي بقى اعمل الكلام ده كله وما عنديش اي لحوم او اي حاجه في الفريزر لاي سبب يعني؟ طيب النهارده انا قلت عشان اطعم الاكل ده. بصي بقى، انا طول عمري لو لاحظتي تملي هتلاقي عندي سمين. انا تملي مثلا ببقى بجيب لحمه، بجيب مثلا ايه 100 جرام 50 جرام، او انا بجيب مثلا ربع واقعد اقسمه على كذا كيسه، او انا مثلا كان عندي لحمه ضاني وكان فيها سمين، بسلته كده وبخليه في كيسه بستخدمه في الاكل، فده عامه سمين ضاني. طيب انا هعمله ازاي؟ تعالي اقول لك بقى نعمله ازاي. اول حاجه بقى بصي، اهو كده ادي الطماطم. هنا هتجيبي الكبه بتاعتك، عايزه كبه عايزه تبشري على ايدك زي ما انت عايزه. وهجيب بصلتين اهو. هنشتغل بقى كده على طول ايه، عشان نلحق نحط غدانا على النار ايه، نكمل بقى اللي ورانا. بصي بقى، هتجيبي كده وهنضرب ده ايه في الكبه. بصي بقى هنا حبايبي، هنا جبت بقى البصله وضربتها في الكبه، وهبدا الاول ايه، احط بقى في الحله معلقه سمنه، وهنجيب السمين اللي معانا. طبعا السمين ده بيدينا طعم اللحمه، وعايزه اقول لك طعمه بيبقى جميل، وعايزه اقول لك ان دي بردك دهون صحيه، يعني دي مش حاجه مهدرجه او حاجه، لا دي من الدهون الصحيه بتاعتنا. هنا اهو بدات انزل بمعلقه السمنه. بص اهي، هروح بقى اجيب السمين بتاعنا اهو. بس احطه ده، انا بحط عشان يديني طعم اللحمه يعني، بما ان احنا فلسنا، فيعني مش هنقف، لا هنطبخ عادي جدا. بصي اهو نزلت بيه بالسمين بتاعنا على السمنه. وهنا بقى هنزل البصلتين اللي انا ضربتهم عليهم بقى، وهدي النار. يعني انا بعد ما انزل البصله ههدي النار كده، بحيث ايه، السمين يسلي واحده واحده. لما بتسوي النار على سوري، لما بتسوي الاكل على نار هاديه، بيبقى سبحان الله يعني له طعم تاني خالص. هنا بقى اهو بصي، هسيبهم بقى كده على النار، وهي على النار بقى مع بال البصله تبدا تاخد لون. هجري بقى ايه، احضر للطماطم بتاعتي. هجيب بقى الطماطم بتاعتي واضربها في الكبه. هنا اهو بصوا، جبت الطماطم بتاعتي بقى واقطعها. طبعا انتوا عارفين يا جماعه ان انا في التلاجة بشيل الخضار زي ما هو، يا سوري يعني بغسله بخليه زي الفل، وبشيله زي ما هو كده بحطه في التلاجة، بحيث انا اسحب منه على طول، الولاد عندي يسحبوا منه، ما بقاش قلقانه انت خدت من هنا لا ما خدتش، طب حد عمل طبق سلطه غسل الحاجه ما غسلش، لا انت خليكي الست شطوره كده، تملي تبقى كل حاجه في التلاجة عندك مغسوله. هنا بقى انا بقطع الطماطم بتاعتي، وعايزه اقول لك يعني من الاكلات الجميله اللي فيها نسبه حديد عاليه. عندك حد بيعاني من انيميا لا قدر الله او حاجه، تقدري تعوضي ده. على فكره احنا ما نعوضش ده بس في اللحوم ولا طيور ولا الكلام ده خالص، لا يا جماعه والله، والله اكلنا العادي جميل جدا. بس طبعا البروتين الجسم بيحتاجه، بس احنا بناكل حبة وحبة حسب بقى الدنيا وماشية ازاي والظروف والحياة. دي حاجة تانية خالص احنا ما بنقدرش نحكمها. هنا بقى هو انا عملت الطماطم بتاعتي ورحت ضربتها. البصلة هنا بص اهي بدأت تاخد اللون اللي انا عايزاه. وهنا بقى السمين بتاعي كله فك خالص منها، يعني هنا السمين بتاعي بصي ما فيهوش اي حاجة.
انتوا عارفين يا جماعة ان انا بحب اصفي الطماطم في اي طبيخ. انا طول عمري كده. طب وانا حاجة تقولي طب وانا ليه اكلها مثلا بالقش بتاعها؟ طب ما انا اصفيها، ايه اللي هيحصل؟ بل افضل كمان حتى في الهضم يعني. بصي اهي انا كده بصفي. على فكرة انا بعمل كده في الخضار كله. فبصي مفيش احسن من ان انت تصفي الاكل وتعمليه بروقان، وان انت تبقي راضية عنه. بصي تملي انا بصور او بسجل وانا ايه في اذان شغال. بصي بقى اهو. هنا اهو انا كده بصفي الطماطم بتاعتي. طبعا هروح اصفي المصفى دي. هي صغيرة بس صراحة بقى يعني بتسعفني بقى على طول على الحلة كده، بتساعد معايا كتير. بصي كده اهي. انا هنا كده بقلب اهو بصفي الطماطم. عفوا هنا بقى انا نزلت الطماطم بتاعتي كلها. وهبدأ هنا بقى احط البهارات بتاعتي، بهاراتي ملح وفلفل. ايوه ملح وفلفل بس. نزلت بمعلقة فلفل بمعلقة الملح. طبعا كمية البهارات دي بتاعتك انت عارفة كمية اللي بتعمليها، العدد الحلة بتاعتك بتشتغلي فيها على طول كميتك اعدادك. فانت دي بتاعتك انت. هنا بقى انا هسيبها تتسبك. وهروح ايه اغسل السبانخ بتاعتي. وعايزة اقولك اهم حاجة غسيل السبانخ. يعني مش تغسلي اي كلام، لا. غسيل السبانخ لازم الحاجة تبقى زي الفل. هنا بقى بص انا غسلت السبانخ بتاعتي اهو، سبتها الصفة. طيب انا قلت معبالة التسبيكة اللي على النار دي تتسبك، ابدأ اعمل ايه؟ التومة والكزبرة اللي انا هعملها للسبانخ بتاعتي. طب هي عبارة عن ايه؟ طبعا انا الخضرة مش محتاجة اقول لكم الغسيل، احنا كل مرة بنتكلم فيه. وبننقعها في مية في خل وبنشطف. وهنا بقى هقطعها. طبعا تقطيعة الكبة هنا يا جماعة بتقطعي اي تقطيعة. انت مش مرتبطة باي حاجة خالص. ليه؟ لان انت هتضربي في الكبة اصلا. هنا بقى حبايبي بصوا اهو. هنبدأ نحمر ايه الكزبرة بالثوم. السمين بتاعنا اهو. هسيبه بقى كده يبدأ يسيح واحدة واحدة. وطبعا احنا كده سوينا السبانخ اهي. دي اخر حاجة بتتعمل اهي. هنسيبها كده شوية.
نسيبها كده تهدى شويه، تسلي نفسها، تبدا تاخد تحميره. طبعا خلي بالك الا تحروق منك. بصوا يا حبايبي، بصوا بقت عامله ازاي، لازم لونها يغمق كده. وطبعا مش قادره اقول لك الريحه هنا عامله ازاي، والله الريحه جايبه بره. بصي ريحه الكزبره بالثوم دي، بصي ايه حاجه ايه. بصي كمان، بصي كده اهي كده. بصي انا بدات ادخل في اللون اللي انا عايزاه. بصي السنين فك خالص منك اهو. بصي كده احنا مقليين فيه وحاطين نص معلقه سمنه. بصي كده، بصي عامله ازاي. طبعا عايزه اقول لك من احلى الاكلات، طبعا حاجه كده بتفتح النفس. بصوا انا عملت معاكم شويه رز هنا اوريهم لكم. بصوا عملت رز بشعريه، طبعا ده انا ما صورتهوش، ده كمان رز بالسمنه عصفور. بصي ما صورتش الرز، طبعا ما فيهوش اي حاجه، واحنا عملناه كتير قبل كده مع بعض. بصي بقى هنا، بصي التسبيكه التقليه بتاعتنا، بصي عامله ازاي. يا سيدي يا سيدي، بصي الحلاوه اهي. بصي عامله ازاي. بصي الريحه، عايزه اقول لك الريحه نفسها كفيله تجوعك. بصي اهي. كده اهو انا وصلت للسوا بتاعها اللي انا عايزاه. بصي ما غمقتش يعني قصدي انها ما حروقتش مني، يا دوبك غمقت، وانا اتاكدت ان هي كلها مستوت يعني. بصي عامله ازاي، بصي اللون بتاعها، بصي عامله ازاي اهي. كده اهو بقى بعد كده هنعمل ايه؟ كده بقى هنجيب السبانخ بتاعتنا اهي، وننزل بالتقليه فيها. بصي كمان، بصي بقى الحلاوه، بصي الحله عامله ازاي. بصي وتروحي نازله كده زي طشه الملوخيه بالظبط. بصي تنزلي كده على الحله، استني مش بعرفها اهي. بصي وقلبيها كده كلها. بصي بصي كده، عايزه اقول لك الريحه جباره. وعايزه اقول لك طبعا مش محتاجه اقول لك السبانخ كميه الحديد اللي فيها، انا مش محتاجه اقول لك السبانخ بتبقى يعني حديدها عالي جدا. اللي عنده انيميا بقى، اللي عنده نقص، ده طبعا بيعوضه. ومفيش احلى من ان احنا نعوض من الاكل بتاعنا. كده اهو بقى، كده فاضل ان احنا نغرف وايه، واوريكم بقى الاكل عامل ازاي. بصوا بقى حبايبي، انا هنا وصلت لنهايه الفيديو. بصوا غرفت ادي الغدا بتاعنا. طبعا انا حاطه بره ليفت يعني وكده، انا هاكل جنبه ليفت. عندك تحطي حته جبنه قديمه بحيث تحدقي بيها، ماشي تمام. بصي انا الرز هنا ما بلاقيش مثلا اللي موجود عندي. بصي هنا ما لقيتش، بصي الرزايه بروزيتا ازاي، ما لقيتش شعريه، لقيت لسان عصفور، اشتغلت بيه عادي جدا، مش هيقول لي لا. بصي اهو، بصي الرز عامل ازاي، بصي الجمال. طبعا كل ده لسه موهوج، لسه نازل من على النار. بصي بقى السبانخ بتاعتي، بصي ولا بقى فريك ولا رز، انا بحبها كده. بصي وعايزه اقول لك مش محتاجه اقول لك هي فيها نسبه حديد قد ايه، يعني الناس اللي بتعاني من النقص فيه عوضي باكل زي دوت. وعايزه اقول معلومه بسيطه جدا، مش شرط الاكل يا جماعه يكون حلاوته او طعامته في ان في طيور او لحوم، لا احنا عوضنا اهو. هنا حطينا مثلا نوع سمين سواء ضاني او عادي، بتنزليه بيديكي نفس التيست بتاعها، بتبقى جميله بردك. طبعا ولازم نكمل يعني الشهر بتاعنا مهما يكون لازم نزق فيه. كده احنا وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسيش بقى اللايك وسبسكرايب وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ميرسي قوي ليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.